والله ما هتلاقي حد سواء فسخاني او صفحة بتملح البسارية بالنظافة والجمال ده. ومش غرور مني خالص والله، بس دي حقيقة وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم دلوقتي وهتشوفوا كل حاجة بعينكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا معايا كمية من البسارية، جبتها لقيتها حلوة كده في السوق صبحة، اللهم بارك، كان الراجل لسه منزلها جاية لسه صبحة. خدت الكمية اللي انا عايزاها، انت هتجيبي الكمية اللي انت عايزاها، سعرها بيكون بيتراوح ما بين 50 40 30، يعني سعرها بيتراوح من الارقام دي. وبعدين انا لما باجي اغسلها بجيب ميه في بوله وبسقط فيها البساريه وبرفعها شويه بشويه. خلي بالكم البساريه دي روحها خفيفه جدا وبتتهري بسرعه، فلازم نغسلها بالطريقه دي وبعدين نصفيها على المصفى حوالي ساعه كده ولا حاجه، وبعد كده برصها بالشكل ده. طبعا في ناس هتقول لي ايه طولة البال دي؟ لا انا مش برصها كده يا جماعه عشان اعمل شو ولا حاجه، لا انا برصها كده عشان كذا سبب. اول سبب ان احنا لازم ننشفها كويس جدا قبل التمليح، فانا لو نشفتها وهي على بعضها اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هي عمرها ما هتنشف كويس. عشان تنشف كويس لازم تقعد يوم كامل، وده غلط على صلاحيه البساريه نفسها. ولو ما نشفتش كويس هتكون زفره جدا وريحتها هتكون بشعه. فانا لازم عشان املح بطريقه صحيحه لازم السمك بتاعي ينشف كويس جدا، فما بسيبه على سطح كده، يعني برصه على حاجه من غير طبقات فوق بعض، وبسلط عليه مروحه لمده ساعه كده ولا حاجه لحد ما ينشف معاكي تماما. بصوا ايدي ما فيهاش نقطه ميه كده، السمك صالح معاكي للتمليح، جاهز معاكي، هيكون طعمه وريحته في منتهى الجمال، مفيهوش اي ريحه زفاره خالص. خلاص كده نبتدي بقى نملح. انا معايا 3 معالق كبار من الملح الناعم العادي، انا بساريه بملحها بملح ناعم مش ملح خشن. ال3 معالق كبار دول على كيلو وربع من البسارية. خلاص حطيت عليهم معلقة كبيرة من البابريكا، وانا هنا كنت طحنة قرون شطة ناشفة، طحنتها في المطحنة وخدت منهم برضو معلقة كبيرة. البابريكا اختياري، تقدروا تعملوا بملح وشطة بس مفيش مشكلة، والشطة برضو اختياري يا جماعة، تقدروا تعملوا بملح بس برضو مفيش مشكلة. حطيت الملح على الشطة وابتديت ان انا اقلبهم بالشكل ده، وهاخد كده، جبت العلبة اللي هي استخدام مرة واحدة وباخد منها معلقة، بوزعها كويس على ارضية العلبة، وببتدي الرصة بقى اللي انا عملتها من الاول دي ريحتني برضو، ان انا باخد كده الوحدتين بوحدتين وبرصهم برضو بتكون سهلة معايا. ده برضو بيساعد على ايه؟ بيساعد ان احنا التمليح بيكون متوزع كويس جدا على السمك فوق زي تحت زي كله. فانا رصيت بنفس رصة الطبق، رصيت كده بس بحاول ان انا اخلف خلاف ما بيكون، يعني بحط طبقتين من السمك بس بحاول ان انا اخلف راس معديل والكلام ده كله، وبرص كل طبقتين من البسارية بحط معلقة من الملح، وهكذا لحد ما اخلص كمية البسارية كلها وكمية الملح كله زي ما حضراتكم كده شايفين. بس بنراعي طبعا الطبقة اللي احنا رصيناها تحت ما تكونش زيها بالظبط فوق، لا بنخلف بقى راس جنب ديل وهكذا. واخر طبقة بحط فيها الملح، وبحط فيها قرون شطة مجففة، وبحط ليمونة كده متقطعة شرايح، وبحط الزيت. عايزة اقولك بقى انت هتاكلي حاجة مضمونة جدا، هتاكلي حاجة معمولة بنظافة جدا. ما اعتقدش ان في حد على السوشيال ميديا عموما عملها بالطريقه دي او بيرصها بالطريقه دي او حد بيبيعها بالطريقه دي خالص. كله بيحط ايه؟ بتبقى على بعضها كده وبيرصوا في اكياس او بيرصوا في علب وبتتحط. الموضوع ممكن ياخد منك وقت شويه، بس انا حتى لو خد مني وقت بس انا ببقى مرتاحه وانا باكلها ونفسي متقبله ان انا اكلها. تمام كده انتوا كمان هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه نظيفه جدا جدا جدا، حاجه مضمونه قوي، هتبقوا مرتاحين وانتوا بتاكلوها. طيب انا الكلام ده عملته يوم الخميس بالليل، فتحت عليه يوم السبت المغرب كده، يعني يوم ونص تقريبا، يومين. هي البسارية زي ما قلت لكم سمكه حساسه قوي، مش هتاخد وقت معاكم في التمليح ولا هتاخد وقت معاكم وهتكون زبده. وعايزه اقول لكم الملح اللي انا حاطه على المعيار ده مظبوط جدا 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 لجميع الاذواق. يعني عمرك ما هتقولي ده حادق ولا عمرك هتقولي ده دلع، يعني مظبوط قوي قوي قوي. والله يا جماعه من جمالها هتاكلوها حاف. بصوا بقى، اولا البسارية ما ينفعش ان احنا ننضفها قبل ما نملحها، هتنشف وهتقدد منك جدا. لا هي بتتملح بحالها كده، وبعدين انتي عايزه بقى تنضفيها بتنضفيها براحتك خالص. تمام كده. طيب انتي عايزه تحفظي الكلام دوت انتي بتعمليه، وبعدين لو عايزه تشيلي منه بقى الراس والسلسله اللي في النص دي وتحطيه، احفظيه في برطمان وعليه زيت وتحطيه في التلاجة لمده بتقعد معاكي ممكن اسبوع 10 ايام. عايزه مده اطول من كده خلاص احتفظي في علبه في الفريزر، ووقت ما تحبي طلعي اسحبي منها ورجعيها تاني. بس ما فيش اي مشكله في نهائي. انا بقى باخد كده وبحط بقى شويه الزيت عليهم، حاجه كده يا جماعه بجد تفتح النفس، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، يعني نظافه وجمال
ولذيذه اكنكم بتاكلوا مربى، زبده، حاجه من النوعيه دي. بشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.